اهلا بيكم. النهارده طبعا احنا عارفين ان البنت دي بيبقى عندها افكار جميله جدا جدا. النهارده هتعمل لنا التورته الترند اللي هي طالعه موضه اليومين دول. التورته دي ايه اللي جديد اللي فيها؟ انها لو عندك علبه بلاستيك مدوره او مربعه، بتجيبيها طبعا من المحل بتاع العلب البلاستيك، تقدري تعملي التورته الجميله دي. انك انتي طبعا بتدهنيها شوكليت من جوه وتسيبي الطبقه تنشف، وبعد كده تبتدي تحطي فيها السبونج اللي بتتباع جاهزه، وتحطي الحشو اللي انت عايزاه، يعني تحطي مكسرات، تحطي كريم شانتيه، تحطي اي حاجه وتقلبيها، بتبقى بالمنظر الجميل ده. طبعا تورته سهله جدا ونقدر نبدع فيها زي ما احنا عاوزين، وفي نفس الوقت سريعه وبالهنا والشفا. ايه رايكم فيها؟ الحاجه التانية، لو انت عايزه تعملي البرجر زي ما انا شايفة، هي جابت عجينة البرجر وقلبتها طبعا في ال يعني حاجة بتعملي الشكل بتاع البرجر. حتى لو ما كانش عندك، ممكن انك انت تجيبي غطا علبة او برطمان وتبتدي تحطي المايونيز على المستردة وتقلبيهم مع بعض وتعملي عجينة دوف بسيطة جدا، وتحطي الحشوة اللي انت عايزاها، طبعا شيدر، تركي، البرجر، ونقفل العجينة زي ما انتم شايفين، وارش عليها السمسم، ارش عليها حبة البركة، ودخلها الفرن طبعا مدهونة، فبتطلع بالشكل الرهيب اللي احنا شايفينه ده. ونحط جنبها الصوصات اللي احنا عاوزينها، مايونيز، كاتشب، والبطاطس البونفريت، وهكذا. ايه رأيكم؟ برضو جميلة، ومعاها الاونيون رينجز اهي، طبعا شكلها حلو قوي، وكمان شربت الحاجة الساقعة. طيب ايه كمان الفكرة بتاعت النهاردة؟ فكرة جديدة قوي. احنا لو ما عندناش توستر نعمل ايه؟ لو ما عندناش توستر، احنا ممكن نجيب الشبكة بتاعت الفرن دي، ونبتدي نحط فيها التوست بهذه الطريقة، وندخله الفرن فبيتقرمش ويبقى جميل، واحط له الجبنة السايحة بتاعته، وكمان اعمل معاه البيضة بالطريقة اللي احنا شفناها دي. الطريقة دي بنسميها طريقة المية. افكار جميلة، يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك.